عليكم نياتي ولاداتي، ان شاء الله ربي يحفظكم. اليوم عندنا نديرو كفتة دجاج بطريقة مختلفة بالجبنة، محشية بالجبنة. عندنا هادو المكونات متاعها. هذا دجاج قرطته مربعات وغسلته بالليم والخل والزعتر مقطر. وعندي هادو عويسين فلفل اخضر واحمر وتومة، سنينات تومة وبصل. تو نلحوهم مع بعضهم باش يكونوا لنا عجينة الدجاج. توا درنا رحينا المكونات كلها، حطيت لها هنا زدتها شوية تومة مرحية، عندي هنايا ملح وبزار فلفل احمر، وهذه شوية رشة جنزبيل، وهذه قرفة، وهذا تابل تونسي، وهذا فلفل اكحل اللي هي التتبيلة للدجاج بنتبله. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلطوه كله مع بعضه باش يتخلط ويعطي بنة ونكهة كويسة، يعطي فيه لون عشان تطلع حلوة يا بنات، مش عادية، تتمني ما تاكل. جربوها ان شاء الله ما تندموش. هذه الماكينة مش راح يوصل كويس، قاعد في طرف. تبي تديري بها حتى كوينينة الدجاج تجي، تبي تديري بها كفتة هكي معناها مكركبتها الكركيب، تقليها في الدحي والخبزة تجي، متبيش تحشيها بالجبنة، تبي تحشيها. هي حلوة طريقتها هذه، تعتمديها فيها نكهة وبنة حلوة. سمنتها ما شاء الله فايحة حلوة. شفتوها كيف تولي تعطي لون وريحتها مش عادية. توا هكي بديت نشكل فيها. طبعا فيها جبنة، هي تبي جبنة شيدر، وديري معاها جبنة مثلثات ولا شرايح تزيديها النكهة باش تزيد أحلى، واللي ما يبيش هو حر. هي كلها جبنة، أكتر جبنة أحلى بنة باش تسيح فيها. تسكر عليها كلها كويس باش الجبنة ما تطلعش، وتشكليها كيف تبيها مدورة، تشكليها تبيها مستطيلة هكي رولات، تشكليها كيف انت يعجبك. وهكي تسكريها كويس كويس باش تقعد مسكرة ما تطلعش في الزيت. لازم تسكري عليها كويس، مش تخليها مفتوحة تطلع لك الجبنة في الزيت، لازم تتسكر. وهذا الخليط شوفوا قداش طلع لنا ما شاء الله، مقدار كويس. عندي هذه خبزة يابسة مرحية، وهذه دحيتين وشوية مية وشوية ملح وشوية فلفل أكحل. تو نبدو نشكلوها. بسم الله. نحطها في الدحي، نكركوها كويس، نلبسوها باش تتغلف وما تنفتحش.
نسيبها تاني هنايا. هذه التلبيسة باش تحافظ عليها وتخليها تتقرمش والجبنة ما تطلعش منها. ونقلوها اللي عنده قلاية كهربائية أحسن يقلي، واللي ما عندهاش يقلي في الطاوة، ينقص عليها أول مرة شوية النار باش تتمصص الطيب من داخل، ما تقعدش تحمر من برا ومن داخل تقعد نية، لأن الدجاج نيرة. وبعدين يهدي عليها النار وبعدين يحمرها، يفتح عليها النار. احنا شكلنا تشكيلتين، درت هيك رولات، درت هادو كويرات. نجربوا التشكيلة وانتو شوفوا اللي يعجبكم ديروه. لبسيها كويس بالخبزة. المهم التلبيسة تكون كويسة. طبعا الحاجات هي كلها الناس كلها تعرفها، لكن في اللي ما يعرفش، هادو الشباب المغتربين وهيك نعلموهم نوريهم الحاجات هذه كتلبيسة. توا نقلوها، نرفعوها للقلاية ونقلوها. هذه قلايتي الكهربائية، يعني عندي قلاية، واللي ما عندهاش يدير في الطاوة، يحطها في الطاوة وينقص عليها، يهدي عليها النار وتبدأ فيها مغطى شوية لين تتمصص من داخل. بسم الله. وانتي تساويها وتشكليها لما تحطي. بسم الله. شفتوها الجبنة بسطها سايلة، تعطي منظر وبنة، تاكلوا بالهنا.